السلام عليكم. اليوم في شيوة ام وليد ان شاء الله راح ندير لكم كيكه الشوكولا سهله بزاف وتجي بنينه، يعني ان شاء الله تعجبكم. واش راح نحتاج في هذه الكيكه؟ راح نحتاج 4 حبات تاع البيض، كاس تاع الكاكاو، كاس تاع السكر، كاس تاع الحليب، كاس ونص فرينه، 250 غرام مارغرين ذايبه او زبده، واحده خميره الحلوى كيس يوزن 10 غرام، مورف كبيره تاع لافاني، والكاس هذا يرفد 240 مليلتر. وهنا ناكد حاجه فقط، الزبده تكون ذايبه لكن تكون بارده ما تكونش سخونه. هنا راح نبدا مباشره. اول حاجه درتها اني شعلت الفرن على 180 درجه وحكمت امول، درت له الزيت والفرينه. نبدا مباشره في طريقه التحضير. هاد الكيكه بزاف سهله ان شاء الله تعجبكم، يعني ما فيها حتى تعقيد. ندير البيض، ندير كل المقادير مع بعض. احنا دائما يعني مع الوصفات السهله هكا باش الاخوات ما يكرهوش من الكوزينه ومن الطياب. واش راح ندير هنا؟ اذا راح ندير عليهم السكر، الكاكاو، هنا نصيحه فقط، الكاكاو كي تجيو تشرو شرو تاع الميزان وشرو هذا البني، ما تشوش الكحل لان الكحل مش حيعطيكم نتيجه مرضيه. يعني كي تشموه راح يعطيناكم ريحه بنينه. هذاك هو الكاكاو المليح. راح ندير لهم مغرف كبيره تاع لافاني. هنا لافاني اختياري، تقدروا البودر تقدروا ديروا واش حبيتوا. اذا راح ندير الزبده اللي هي 250 غرام تاع مارغرين ذايبه او زبده وتكون بارده ما تكونش سخونه. راح ندير كاس ونص تاع الفرينه كما راكم تشوفوا المقادير كلها مع بعض. ندير لها وحده خميره الحلوى، بهذه الطريقه، وندير كاس تاع الحليب. يعني اسهل من هذه الوصفه ما كاش اسهل منها. ونبدا نخلط بالباتور تاعي. اذا ها هي الكيكه تاعي واجده، خلطوها بالباتور حتى تنسجم كل المقادير. حبسوا فقط. اذا راح نحكم المول تاعي ونفرغ فيه خليط الكيك تاعنا. يجي كيما العموس كيما رانا نشوفوا. بهذه الطريقه. اذا راح نسقمو في المول تاعنا. اذا نخبطوا المول تاعنا شويه بهذه الطريقه. راح ندخلها الطيب للفرن على 180 درجه. غير تشوفوها نشفت تدخلوا الموس يخرج ناشف نحوها، مش شرط طيب بزاف او تحمر. ونلتقي فيما بعد ان شاء الله. اذا ها هي الكيكه تاعي طابت، ما تخلوهاش تطول بزاف في الفوغ، يعني غير تدخلي الموس تخرجيه ناشف نحيها لانها مش راح تحمر، فيها الكاكاو باش تجينا طريه وتجينا بنينه. خليها حتى تبرد باش نحيها من المول تاعها وندير لها التزيين تاعها. اذا ها هي الكيكه تاعي هنا لابيس تاعي بعد ما بردت نحيتها من المول. راح ندير لها التزيين عادي. هنا راح نستعمل انا كلاصاج او شوكولا كان سبق وجهزناه مع بعض. راح نحط لكم الرابط تاعو، ومن الاحسن حتى تبرد الكيكه تاعنا باش نديروا لها التزيين، باش هذاك الكلاصاج تاعنا ما يسيحلناش. والكلاصاج خدموه من قبل وخلوه يبرد مليح باش يعطيكم هذه النتيجه، يجي حاكم روحه. بهذه الطريقه شوف كيفاش يجي.
انا حنعمل له تزيين غير على الوجه فقط. كما نشوفوا. وهنا انا حمصت شويه تاع اللوز ايفيلي، نديرو في الطرف فقط. كما نشوفوا. والتزيين دائما كما نقول لكم يبقى اختياري، كل واحد الظروف تاعو، كل واحد واش عنده في دارو يزين الكيكه تاعو. اذا ها هي الكيكه تاعنا، راح نقسم لكم منها شويه باش تشوفوها كيفاش جاتنا. بسم الله بسم الله. كما قلت لكم هذه الكيكه تجي بزاف بنينه، تجي موال من الداخل، تجي طريه وتجي بنينه. اذا ها هي. بسم الله. شوفوا كيفاش تجي، يعني تقريبا تشبه البراوني. اذا ها هي الكيكه تاعنا، شوفوا كيفاش تجي بزاف شابه وتجي بزاف بنينه. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. اذا ها هي الوصفه تاعنا تاع اليوم. وإلا عجبتكم الوصفه تاع اليوم، ما عليكم غير ديروا لي جيم لا فيديو وتشاركوا في القناه حتى يصلكم الجديد. والى الملتقى ان شاء الله، والى اللقاء.